سلام غالياتي، واش راكم كاملين؟ ان شاء الله كامل تكونوا ملاح. البنات اللي جبت لكم من لي تارتولات البنات بالفواكه. رانا في رمضان ونحبوا بزاف نديروا لي تارتولات في السهره. انا عن نفسي نحبهم بزاف، نحب هكا حاجه تاع تحليه دي تارتولات وكامل. البنات جبت لكم بواحد العجينه تخرج مقرمشه وتذوب في الفم، ومع واحد الكريمه بزاف بنينه. هاي لك البنات، شوفوا كيفاش خرجت ما شاء الله. نبداو بسم الله في المقادير. هنا واش نسحقوا؟ هنا عندي 125 غرام مارغرين، ندير معاها 80 غرام سكر ناعم، واللي تحب دير بالكيس دير نص كيس، هذا مكان. ومن بعد تخلطوا البنات بالباتور. اللي ما حبش ما تخلطش بالباتور ما تخلطش بالباتور، ما كان حتى مشكل. تخلط بانفوي ولا ملعقه خشبيه. انا خلطت هكذا بالباتور كما راكم تشوفوا. خلطت هاد بيان هذيك سكر غلاس مع لا مارغرين، قلت لكم 125 غرام مارغرين مع 80 غرام سكر غلاس، اي ما يعادل نص كاس. زدت لهم حبه بيض وراني نخلط هكذا. نخلط البيض مع المارغرين والسكر غلاس، ومن بعد نزيد لهم الزيت تجيكم واحد لاباط بزاف بنينه. كون ديروها غير بلا مارغرين ما تخرجش بنينه كيما بالزيت تخرج مقرمشه عفوا، وميم طون دوب في الفم. درت 4 ملاعق زيت، تخلطوا بيان البنات. هذه الكميه اللي مديتها لكم، ندير لكم 20 حبه تارتولات بصح الحجم الكبير كما شفتوا، كما اللي وريته لكم في اول لا فيديو. ومن بعد دوكا نديرو الفرينه البنات. ندير لافاني، ندير بينسي خميره كيميائيه، بينسي قرصه خميره كيميائيه، قرصه هكذا على طرف هكذا، غير قرصه فقط. ونطمو بالفرينه حتى توليكم عجينه طريه. بصح ردوا بالكم تنشفوا العجينه، لازم توليكم عجينه طريه تحبسوا باش لاباط تخرج لكم بنينه. ومن بعد طموها هكذا كما قلت لكم، هكذا ننطم فيها. البنات اللي لحقتوا لهذه المرحله عجبكم لا فيديو، ما تنسونيش حبيباتي بكومنتير شباب كيما نتوما، او لايك للفيديو، اشتراك في القناه البنات باش يلحقكم غير جديد ان شاء الله. البنات واش راكم حابين وصفات كتبوا لي في لي كومنتير. هاي ليك لاباط، شوفوا كيفاش دايره. قلت لكم تجي لاباط طريه، خليتها تريح واحد 5 دقائق ودوكا نبدا نديماري نصنع فيها. هنا جبت هذو ليمون. شوفوا انا البنات انا نديرهم ديريكت في المول هكذا، نحكم كره من العجينه ندير ديريكت هكذا في المول، بعد نحي الزوائد. انا كنت كملت كامل الحبات ديالي وحبات التواله راني ندير فيهم معاكم. ومن بعد تقموها كامل هكذا في الاطراف، تتحفوها كامل هكذا. لازم تديروا هذه العمليه، لازم تحفوهم من الفوق باش يجوا شابين ويجوا متحوفين هكذا. نزيد معاكم حبه واحده اخرى هكذا، ومن بعد نديماري ديريكت في المول. ومن بعد البنات هكذا نتقمها في المول، نحي الزوائد كما راكم تشوفوا، نتحفها كامل على الاطراف. وتكونوا شعلتوا الفرن ديالكم على درجه حراره 180 درجه. واللي تحب الحبات ديالها يخرجوا متحوفين وكامل تحطهم في الكونجيلاتور قد ما ييبسوا، ومن بعد طيبهم. ولا راهي مزروبه ديماري ديريكت. ومن بعد هنا حكمت الشوكه، بيكيتهم كامل بالشوكه اللي هي الفرشيطه كما نقولوا احنا في الجزائر. ومن بعد طيبتهم على درجه حراره 180 درجه. انا نحبهم يكونوا محمرين باش يخرجوا لي مقرمشين. درتهم يطيبوا. راني نديماري في الكريمه. هنا عندي 2 كيسان حليب كما كنتوا تشوفوا، عندي 60 غرام مايزينا اللي هي ملعقتين كبار مايزينا، وعندي 100 غرام سكر عادي اي ما يعادل 3 ملاعق كبار. وتخلطوا هكذا بالفوي وديروا لافاني. ومن بعد نحطهم فوق النار حتى تعقد لنا الكريمه. نديروا لها ملعقه مارغرين وهذا مكان نخلوها تبرد. دوكا نبدا نعقد في الكريمه كما تشوفوا، نديرها فوق النار ونبدا نعقد فيها. تخلطوا هكذا بسباتولا حتى تعقد لكم. ومن بعد كي غير تعقد لكم هكذا البنات ديروا لها الملعقه تاع لا مارغرين وطفوا النار. هذا مكان لي تختلط بزاف بين اولي باش تشريهم 12000 و 15000 للحبه. صنعي في دارك وتقدري ديري هذه لاكريم، ماشي شرط تعمريهم كامل، تعمري زعما قد افراد العائله ديالك. هذا مكان. ومن بعد هنا حكمت ريسيبيون، درت فيه هذيك لاكريم وغطيتها ببابي اليمونتير اون كونتاكت. انا خليتها في الكونجيلاتور باش تبرد لي، وكنت رحت كملت طيابي، كملت طيبت الحشا ديالي
راكم عارفين في رمضان العشيه كامل ندوزوها في الكوزينه حتى بردت لي لا كريم. ومن بعد هنايا درت لها لا شونتيي. هنا لا شونتيي درت كاس غربه ولا شونتيي، وتبداو تطلعوا فيها بالباتر. ولا بانت لكم الكريمه ثقيله زيدوا لها ملعقتين حليب البنات. بانت لكم الكريمه بزاف ثقيله زيدوا لها ملعقتين حليب وخلطوا هكذا حتى تولي لكم الكريمه. دوك نوريكم كيفاش تولي. هاي ليك تطلع الكريمه وتولي خفيفه. هاي ليك هذه لا كريم ديبلومات. هاهم ليك لي تارتولات بعد ما طابوا ليك، كما كنتو تشوفوا عفوا حمرتهم بيان انايا باش كي ندير لهم لا كريم ما يطراوش. وانا ندير هكذا بلا بوش. والتزيين يقعد اختياري، كل وحده تزين كيما تحب. اي فاكهه عندك تقدري تزيني بها. ودوكا نزين معاكم. انا زينت بلي فخاز ودرت البنان ودرت الكيوي. هاي شوفوا لا فريس كيفاش ديروا لها هكذا تقطعوها كيما راكم تشوفوا، ومن بعد ديروها في الناباج يا ولا جولي باش تعطيكم هذاك اللمعان وباش ما تخسرش الفاكهه. وما تحطوها فوق الحبه تاع لي تارتلات. هذا مكان عمليه بزاف سهله البنات. ان شاء الله يكون عجبكم لا فيديو تاع اليوم البنات. صحه فطوركم البنات وصحه رمضانكم وان شاء الله نصوموه ايمانا واحتسابا. هاهم ليك شوفوا لي تارتلات كيفاش خرجوا البنات. خرجوا البنات بزاف شابين، خرجوا يشهوا كيما الكيوي. كان عندي الكيوي تاع اللحم الحلو نحيته قسمته على 4 ودرته فوق لي تارتلات. والنتيجه النهائيه البنات. وما تنسوش حاجه كي ديروا البنان تحكموا كامل تعصروا عليه عصره تاع قارص ومن بعد نديروا له الناباج من الفوق اللي هو لا جولي. لازم نديروا لا جولي من الفوق، هي اللي تحكم لنا الفاكهه باش ما تخسرناش. والسلام عليكم في الوصفه القادمه ان شاء الله.